قبل ما ابدا الحكايه عايزك تركز معايا لان جبت لك حكايه غريبه شويه، فكره جديده واحداث مختلفه. لا تقول لي سومان ولا حمدان لان جبت لك الولد الفنان اللي هيقعد نجوم كتير بالبيت. لو مش مصدق اصبر عليا بالبدايه لانك مش هتتوقع الحكايه. ويلا جهز الفشار واقفل الانوار، كفايه نورك انت يا صديق، ويلا بينا نبدا. بتبدأ الحكاية بواحد واقف قدام ناس والفنانة شادية بتقول له بجد انت فين اتعلمت التمثيل؟ هو انت اتخرجت من برنامج مسرحي ولا كنت بتتعلم بره؟ هوجن بيقول لها لا انا اصلا كنت قسم طبخ واتعلمت التمثيل لوحدي. غنم بيقول له ايه يا راجل ما تهزرش، ده مش تمثيل حد اتعلم لوحده خالص. هوجن بكل كاريزما بيقول له الموضوع مش صعب، المهم دي كل حاجة عندي دلوقتي وممنوع تنشروا الفيديو بتاعي على البرامج بتاعتكم ولا هرفع عليكم محضر. وكلهم بينصدموا. شادية بتقول هو مثل بطريقة جامدة جدا بعد ما شاف النص مرة واحدة بس وجاي تقول لي انه اتعلم لوحده. غنم بيقول لها الواد ده جوهرة في المجال ده، مجال عامل زي الغابة بتظهر فيه وحوش من وقت للتاني بنفس الوقت، بس مع وجين اللي بيكون قاعد وبيقول يا خراب البيوت ايه الاحراج ده، هم طلبوا اني امثل على غفلة فعملت كده من غير ما اقصد، الاحراج ده. وبعدين المهم ايه المربع الاسود اللي طاير قدامي ده؟ تعالوا نرجع فلاش باك قبل ما ده كله يحصل علشان نفهم في ايه. وجين بيقوم من النوم وبيقول ايه الصداع ده، حاسس ان راسي هتتفجر من مكانها، انا شربت بريل كتير امبارح بس ازاي انا رجعت البيت. واللي حصل امبارح ان الاخ وجين اتضايق راح رمى خطاب الاستقالة من الشغل في وش مديره اللي شبه الضفدع، بعدين راح يحتفل مع اصحابه علشان ساب الشغل وفضلوا يشربوا بريل مع بعض بكميات عبيطة. هتقولي وده بريل مواعين؟ هقولك وده كلام برضه يا صديقي على اساس انه هيعمل غسيل معدة يعني ولا ايه؟ قلنا 100 مرة التدخين مضر بالصحة، عايزك تفوق معايا وتبطل شربة، فاهم؟ مركز. المهم تليفونه بيرن فبيرد عليه وبيقول في ايه يا شاكر؟ شاكر بيقول له ايه صوتك ده اللي عامل زي الزومبي؟ المهم انت وصلت البيت امبارح؟ وجن بيقول له احنا شربنا قد ايه امبارح؟ انا مش فاكر حاجه خالص. شاكر بيقول له اللي بقول لك ايه، فوق معايا، انت غبت نص ساعه واحنا بنشرب، انت كنت بتعمل ايه؟ وجن بيقول له وانت مستني ارد عليك؟ ما انا بقول لك مش فاكر يا عم. المهم انت اتصلت بيا ليه؟ شاكر بيقول له ما تقوليش انك مش فاكر كمان يا ابني، فوق معايا، احنا اتفقنا نروح مع بعض تجارب الاداء بتاعه الممثل الخارق الحرق مع بعض. وتعالى اقول لك ايه هو الممثل الخارق ده. ده برنامج عاملاه قناه تلفزيونيه وهدفها انها تكتشف المواهب المختفيه، وكان موضوع واخد ترند بالايام اللي عدت. هوجن بيقول له انت مش كنت بتقول لي ان التمثيل ده هوايه؟ انت دلوقتي عايز تخليها وظيفه ولا ايه؟ شاكر بيقول له انا قلت لك تيجي معايا عشان امبارح عديت من المرحله الاولى ودلوقتي هروح تجارب الاداء. هوجن بيقول له خلاص بقول لك ايه، انا مش فاكر اي حاجه من امبارح وكسلان اروح مكان. شاكر بيقول له يا صاحبي انا متوتر وخايف فواخدك معايا تهون عليا. طب بقول لك ايه، تعالى معايا وهعزمك عند عمر هوهو ولا حامد نونو. بيقول له لا متشكر يا اخويا. شاكر بيقول له شاديه، الفنانه شاديه هتكون واحده من الحكام. وجين بيقول له شاديه، وتاني يوم بيروح ووشه احمر. بالاخر بيروح المكان وده مش عشان يدعم صاحبه، لا ده عشان يشوف الفنانه شاديه، هو ده دعم الصحاب بجد. وجين بيقول له الكراسي اتملت يا عم شاكر، تعالى نلحق نقعد. شاكر بيقول انا متوتر يا صديقي. وجين بيقول له وده وقته؟ ولا انت متوتر من ايه؟ انت امبارح قدمت عرض بالنادي. شاكر بيقول له يا عم المصيبه هنا انا دلوقتي عايز اروح الحمام. وجين بيقول له انت بتهزر؟ بيقول له مش قادر اقعد. وجين بيقول له يا عم انجز روح الحمام. شاكر بيقول له اتصل بيا لو نادوا على اسمي. وجين بيقول له انجز روح يا ابن وجين بيقول يا ريت يجي في 3 دقايق. وبعد 10 دقايق وجين بيكون مرعوب وبيقول في ايه، هو ليه اتاخر كده؟ طب ولو نادوا اسمه دلوقتي؟ بالفعل بتحصل يا صديقي، بينادموا على اسمه. وجين بينصدم وبيقول لا اكيد انا مش سامع كويس، لكن هما بينادموا على اسمه تاني. هوجن بيقول هو ابن بيولد بالحمام ولا ايه؟ بيروح للي بينادم الاسماء وبيقول له انا زميل شاكر وهو راح الحمام، ثواني وهروح انادم عليه وارجع. الراجل بيقول له صاحبك الاول ولو ما جاش هيتم استبعاده. بيقول له ايه يا ابو عم اصبر بس واهدى، هو هنا بس في الحمام. الراجل بيكلم الاداره وبيقول لهم في مشكله هنا. بعد شويه بيقول لهم حاضر يا فندم، وبيقول لي وجين تمام يا فندم، لما صاحبك يجي هجيبه انا، المهم تعالى معايا انت دلوقتي. بياخدوا غرفه الاداء وبيقول له هنا هيتم تصوير الاداء، استنى هنا وهنكلمك كمان شويه. وجين بيكلم نفسه وبيقول انا جيت علشان قال لي تعالى وبعدين ايه ده، وانت اي حد يقول لك تعالى تروح معاه؟ وجين بيشوف شاديه وبيقول دي بجد شاديه الجمال ده كله. واحد بيروح ليه وبيقول له انت صاحب شاكر، خد النص ده واستنى شويه، المهمه اللي هيعملها المشاركين هي التمثيل الفعلي، ده هو النص اللي هتقوله وهتمثل عليه، لو كنت حاسس بالملل تقدر تقراه. وجين بيشوف مربع اسود قدامه فبيقول ايه ده، بيلمس وبيبدا انه يتسحب
بينسحب لجوه. بيقول هو ايه المكان ده؟ انا فين؟ بيفتكر انه لمس المربع الاسود وبيقول هو انا دخلت جوه المربع الاسود؟ طب ايه ده؟ فيلم ده ولا ايه؟ بيلاقي النص ظاهر قدامه مع تفاصيل عن النص. بيمسك النص وبيقول ده الحوار اللي اداهوني الراجل من شويه، وبعدين قصده ايه ان السيناريو ده مش متعدل. بيلاقي اختيار دور من ادوار النص، وبالفعل بيدوس على واحد من الاختيارات واللي بتكون الراجل خايف. بيسمع صوت بيقول له انت اخترت الاختيار الاول واكتملت الاستعدادات، وعلشان النص عطلان هيتم قراءة 10% من النص. وجين بيقول صوت مين؟ انت مين؟ في حد هنا؟ والنظام بيقول له بدأت القراءة. فجأة المكان بيتغير، وجين بيقول المكان اتغير. ايه المكان ده؟ هو انا بحلم؟ بس الوضع حقيقي، مش ممكن يكون حلم. بعدها بيتصدم وبيقول اهرب، انا لازم اهرب. بيبدأ انه يجري وبيقول انا لازم اجري واجري. طب ليه؟ انا بجري ليه؟ ايوه صح، انا بجري علشان انا مطارد. بيسمع واحد من وراه وبيقول له بطل تجري. بيخبط في حاجة وهو بيجري وبيقع. بيجي اللي كان بيجري وراه وبيقول له انا جعان دلوقتي بسببك. وجين بيقول ابعد عني، حد يساعدني، انا اسف، سيبني امشي من هنا، بلاش تقتلني. بيكلم نفسه وبيقول هو ده بجد؟ انا لازم اترجاه علشان اعيش. لكن للاسف الشخص اللي كان بيجري وراه بيطعنه بالسكين وبيقول له ايه ده؟ معلش ايدي نزلت وحدها كده، هضطر اخلص الموضوع اسرع شوية واروح اكل بيتزا. وبالفعل بيبدأ يخلص عليه وبينهي القصة. وجين بيصرخ وفجأة بيقطع النفس وبيقع قدام لجنة التحكيم. لجنة التحكيم بتتصدم، وخصوصا الفنانة شادية. هتقولي وهو كده مات؟ هقولك وده سؤال برضو يا صديقي. ايوه طبعا مات. لا اهدى، قصدي الدور اللي هو واخده. وجين بيقول انا عملت ايه دلوقتي؟ اللي كان بيحصل معايا في المربع الاسود طلعته قدامهم ومحدش طلب مني اني امثل حتى. اكيد هما دلوقتي مفكرين اني اتجننت بعد ما شافوني وانا بصرخ واتخبط يمين وشمال. انا لازم اهرب بسرعه. وبيحصل الحوار اللي شفناه بالبدايه. الفنانه شاديه بتقول له انت اتعلمت التمثيل فين؟ اكيد بالجامعه. وجين بيكلم نفسه بيقول يا لهوي يا لهوي، دي الفنانه شاديه، هي بتكلمني انا؟ يا مصيبتي، لازم اهدى وابان اني كاريزما قدامها. بيقول لها لا انا كنت سياحه وفنادق قسم طبخ، والتمثيل اتعلمته لوحدي. غنام بيقول له يا راجل ما تهزرش، ده اللي واخد كورس بمليار مش هيوصل للمرحله دي. وجيم برضه بكل كاريزما بيقول له الموضوع سهل. وبيقول لهم هستأذن انا بقى، وما تعرضوش اللي انا عملته ده دلوقتي ولا هعمل لكم محضر. وكلهم بينصدموا. وبكده بدأت حياه وجين تتشقلب وهو مش فاهم حاجه. بعد ما شاكر بيخلص وبيطلع، وجيم بيقول له عملت ايه بالاداء؟ بيقول له رفضوني بعد اول 15 ثانيه، بعدين هم كانوا بيسالوني عنك انت عملت ايه؟ بيقول له ولا حاجه. المهم بس وريني السيناريو اللي معاك كده. بياخد السيناريو منه، واول ما بيمسك المربع الاسود بيظهر مره تاني قدامه. بيقول انا متاكد اني لو لمسته هدخل الفضاء مره تانيه، ده مش حلم ولا تخيلات، ازاي حاجه زي دي ممكن تكون موجوده؟ بعدين النص زي النص اللي كان معايا، وانا اخترت رجل خائف، يعني لو اخترت حاجه هعيش نفس التجربه، انا لازم اتاكد. بيقول لشاكر يا ترى عندك اي سيناريوهات بالبيت؟ بيقول له ايوه. بيقول له يلا نروح عندك البيت. بالفعل بيروحوا. وجين بيقول له ايه الريحه دي؟ افتح يا عم الشباك خلي الاوضه تتهوى. بيقول له اما انت اللي قلت انك جاي من غير استئذان على طول كده، بعدين انت ليه عايز السيناريوهات؟ انت اصلا مش بتتفرج على افلام. وجين بيقول له انا عايز اتاكد من حاجه مش اكتر. بيقول له اتفضل يا معلم، 2 اتعمل ليهم مسلسلات والتاني فيلم لسه ما اتعملش. وبالفعل يا صديقي المربع الاسود بيظهر قدامه مره من تاني. بيقول تمام كده خلينا اشوف الوقت، الساعه دلوقتي 11:40. بيقول لشاكر خلي بالك مني. بالفعل بيدخل الفضاء اول ما بيلمس المربع الاسود. وجين بيقول المكان ده هيخلينا اتجنن، المهم خلينا اشوف المربع الابيض. اول ما بيدوس عليه بيبقى 2، وتقريبا الرقم بيزيد كل ما بياخد سيناريوهات تانية. بيقول خلينا اجرب اطلع. بيقول طلعني، بس ما فيش حاجه بتحصل. فبيقول الكالون في السيفون، افتح الباب، اوت بوت خروج. وبالفعل بعد 5 دقائق بيقدر انه يطلع. شاكر بيقول له في ايه انت اتجمدت مكانك. وجين بيطلع الموبايل بيشوف الوقت، بيلاقي ان الوقت زي ما هو. وهنا بيعرف ان الوقت اللي بيقعده جوه المربع الاسود ملهوش علاقه بالوقت في الواقع. وشاكر بيقول له يا ابني انت كويس؟ تليفون شاكر بيرن. فبيرد بيقول الو ايوه موجود قدامي دلوقتي. بيقول لوجين ان مخرج برنامج النجم الخارق الحركه عايز يتكلم معاه. وجين بيقول لازم اعمل نفسي كاريزما. بيفعل وضع الكاريزما وبيوطي صوته وبيقول الو مين معايا؟ المخرجه بتقول له استاذ وجين
انت بتفكر تيجي البرنامج تاني؟ انت جيت مع صاحبك ونجحت بالمرحله الاولى. وجين بيكلم نفسه وبيقول هما بيحاولوا انهم يخلوني اهبل ولا ايه؟ بيقول لها لا مش هاجي، انا كنت بتسلى وانا قاعد مستني صاحبي. المخرجه بتنصدم وبتقول تمثيل زي ده وجاي تقول لي انك كنت بتتسلى وانت قاعد؟ بتقول له انت مش شايف انك بتتكلم بصراحه زياده عن اللزوم؟ انت بتهزر معايا صح؟ وجين بكل كاريزما بيقول لها وانا اعرفك علشان اهزر معاكي؟ ممكن تقفلي الموضوع وما تتصليش بيا تاني؟ المخرجه بتكلم نفسها وبتقول لو عرضنا الاداء بتاعه على الانترنت الدنيا هتتقلب عليه وهتجيله عروض من كل الوكالات في العالم. بتقول له حاضر يا استاذ وجين، هحرق لقطاتك من عندنا. بيقول لها ممكن تبعتيهم ليا قبل ما تعملي كده؟ بتقول له تمام، ممكن تديني رقمك علشان ابعتهم لك؟ بتقول له تمام متشكره جدا. غنام بيقول لها مش ده هو الموهبه اللي كانت عندنا النهارده؟ بتقول له الله ياخدك خضتني. بتقول له ايوه هو، اتصلت بيه علشان اشوفه هيجي تاني ولا لا، بس قال لي انه مش مهتم، ده كان بيسلي نفسه وهو قاعد. غنام بيضحك وبيقول لها انت جبت رقمه صح؟ بتقول له ايوه. اما عند الاخ وجين اللي بيكون اتهبل على الارض من كتر التعب بيقول في حاجات تانية عايز اتاكد منها عند شاكر، بس بعد المكالمه اللي جات لي فضل يسال اسئله كتير فمشيت على السريع، بس المهم اني اكتشفت لما بدخل المربع الاسود فالوقت بيقف بالعالم الحقيقي ومفيش حد غيري انا ومتابعين القناه بنشوف المربع الاسود. يعني ما تخافش يا وجين، سرك في بير، يعني ممكن انا ونص الكره الارضيه بس عارفين الموضوع، فما تخافش مش هنقول لحد ولا ايه يا شباب؟ المهم بيكمل وبيقول ان الكلمه السحريه علشان يطلع من الفضاء هو يقول خروج. السهوله دي. بيكمل وبيقول بما اني خلصت وعرفت الحاجات المهمه فلازم اخلص اللي كنت بعمله. البنت المجنونه والمحامي البلطجي هم مسلسلات اتعرضت ومعايا سيناريو لفيلم لسه ما اتعملش. بما اني ما اعرفش اخد الموبايل في الفضاء فخليني ادور على كام حاجه قبل ما ادخل. اولا خلينا اشوف نسب مشاهدات المسلسلات اللي نزلت. بالفعل بيخلص بحث وبيقول يلا ندخل الفضاء. بيقول زي ما هو متوقع في مربع تاني اتضاف كل ما زاد النص، وعلى كل دور بيكون مكتوب ان السيناريو ده مستوى صعوبته كام، زي تصنيفات الصيادين في انمي سولو ليفلينج. بس وجين مش بيكون عارف هي ايه بالضبط، مثلا انها ممكن تكون مقياس للشهرة او لنجاح المسلسل. بيقول بما ان لقيت سيناريو فيلم لسه مش معمول فخليني اشوفه. بالفعل بيفتح السيناريو وبيكون تصنيف بي، ودي بتكون اعلى حاجه شافها وجين لحد الان. بيقول شاكر قال انه فيلم لسه ما اتعملش فازاي التصنيف بتاعه ظاهر لحد دلوقتي. بيطلع من الفضاء وبيقول بما اني شفته خليني اخليه جنبي حاليا وهشوف السيناريوهات بتاعت الاعمال اللي نزلت. بتجيله رساله وبيقول المخرجه بعتت الفيديو. يخرب بيت الاحراج، مش عايز اشوف الهبد اللي عملته، بس علشان اتاكد حصل ايه بعد ما دخلت المربع الاسود لازم اشوفه. بالفعل بيشغل الفيديو وبنشوف اخر حته بالفيديو، وفي واحده بتكون بتتفرج عليه وبتقول هل فعلا هو بيمثل؟ هو في حد ضربها بسكينه بجد ولا ايه؟ ازاي واحد بيعمل التعبيرات دي؟ في ايه يا حاجه؟ ما انا كمان على فكره بعرف امثل وانا احسن منه بكتير ولا ايه؟ لو مش مصدقه اسئله جميل، ولا اقول لك من غير ما تسالي حد انا هوريك الجد. ثواني كده اكتب السيناريو. تمام. همثل دور واحد مشهور بينزل فيديو على يوتيوب، ويلا علشان نبدا. اكشن. انت مفكر انك لما تكتب تعليق تقول فيه ننزل فيديو الموضوع بيكون سهل؟ ما انا كمان عايز انزل فيديو بس الموضوع صعب، بكتب بسجل بهندس الصوت وبمنتج، وده كله انا عندي مدرسة. عارف المشكلة فين؟ لما ما يجيبش دعم يا صديقي، لما ما يجيبش فلوس يا صديقي. بعد التعب ده كله يجي واحد راسه مربع يقولك انت بتتأخر علينا عشان كده هشيل الاشتراك، وانا بتحطم وبعيط. لا، هو المفروض اني كده بعيط صح؟ لا تتركني يا صديقي، ليس لدي أحد سواك كي يسمع الصوت اللي يشبه السيفون. ايه رأيك يا صديقي؟ عيب عليك، قلت لك بعرف امثل برضه. المهم غنام بيقول لها ها ايه رأيك يا سعدية؟ انت ما جاش في بالك حاجة وانت بتشوف الفيديو؟ سعدية بتقول معقولة يكون قصده على سيناريو دراما بتعملها اسمها سايكو مختل عاطفيا او المفتش كرومبو، وبتقول معقولة يكون قصده على الدور ده. سعدية بتكلم نفسها وبتقول انا كنت خايفة من اني ممكن اضطر اني اغير الشخصيه لو ما لقيتش حد ياخد الدور، انا محتاجه اشوف الشخص ده قدامي. اما النجم بتاعنا بيكون مصدوم وبيقول ايه ده؟ مش ده برضه جامد ولا انا بتخيل؟ انا عملت الدور بامتياز مع اني ما عملتش حاجه غير الصراخ. يعني لما انا نجحت بالجوله الاولى كان نجاح بجد مش هبد ولا حاجه. بيفتكر نفسه وهو عامل نفسه كاريزما وبيقول انه التمثيل مش صعب لانه عبقري. بيقول يعني حتى وانا عامل نفسي كاريزما كان جمدان مني. اكيد
وهما شافوني نجم وكاريزما، مش مهم، كده كده مش هشوفهم مرة تاني. اللي محتاج اركز عليه دلوقتي هو تجربة الفضاء الفرعي. ممكن تكون في حاجات لسه ما اكتشفتهاش. بالفعل بيدخل الفضاء علشان يجرب حاجات جديدة، بيخلص وبيطلع وحالته بتكون حالة. بيقول بالاخر الشخصية اللي بعمل دورها بقعد حافظ الحوارات وكل حاجة، مش كده وبس، ده حتى المشاعر والحواس وكل حاجة بحس بيها، وكأن انا الشخصية دي. مع المستوى ده بفكر اكون ممثل بدل ما اسافر استراليا واتعب نفسي وادور على شغل يهد جسمي. تليفونه بيرن من رقم غريب، فبيرد وبيقول الو. واحد بيقول له انت الاستاذ وجين؟ انا المنتج غنام، يا ترى فكرني؟ وجين بيقول له مش انت اللي عنده لحية؟ بيقول له ايوه صح، عاش عليك، بس المهم ممكن اقابلك على السريع؟ وجين بيقول له انا معرفش هو عايز ايه، بس لازم اعمل نفسي كاريزما. بيقول له لازم تقول لي انت عايز ايه الاول. غنام بيقول له بس الكلام عن الموضوع بالتليفون محرج شويه، خلينا نتقابل احسن. وجين بيقول له النهارده الساعه 4، الوقت ده الوحيد اللي هكون فاضي فيه. غنام بيقول له تمام مش مشكله، بس صحيح ممكن اجيب معايا شويه ناس، لو بعت لك العنوان هتعرف تيجي؟ وجين بيقول له ابعت وانا هاجي. بيقفل معاه وبيقول هو عايزني في ايه؟ على حسب كلام شاكر فالناس دول عندهم مكانه كبيره، هدور عليهم. بالفعل بيدور عليهم وبيلاقي انهم مكسرين الترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وجين بيفرح وبيقول دول طلعوا مشهورين بجد، يا ترى عايزين يقابلوني ليه؟ اتمنى ما يكونش ده بسبب تمثيلي. بيروحوا بياخد الصدمه، بيكون فعلا بسبب تمثيله. غنم بيقول له بص انا هدخل بالموضوع على طول، انت امبارح وريتني تمثيل بيركز على الحوار، وانا عايز اشوف ادائك الفعلي هيكون ازاي بسيناريو حقيقي. كلهم بيبصوا عليه والاخ وجين بيكون بموقف لا يحسد عليه. بيقول انا كنت حاسس من الاول، بعدين تمثيل ايه اللي عايزين تشوفوه؟ انا بدات التمثيل امبارح. غنم بيقول له تقدر تبدا تقرا من النص اللي موجود قدامك، والمصيبه ان المربع الاسود مش بيكون ظاهر، ومن غيره مش هيعرف يدخل الفضاء الفرعي ويعمل الدور. بيكلم نفسه وبيقول انا لو ما قدرتش اروح الفضاء الفرعي هيفكروا ان مهارات تمثيلي مزيفه. يا لهوي يا لهوي، المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ فكر. بيرجع لعقله وبيقول وايه يعني حتى لو ما ظهرش المربع الاسود فين المشكله؟ وانا هحرج نفسي ليه؟ انا كده كده ما بعرفش امثل. بيبدا يقرا السيناريو والكل بينبهر من اول كلمتين. بيقول انا النهارده صحيت من النوم وكنت جعان، وكلهم بيكونوا منبهرين. لا مش من جمدانه يا صديقي، ده من تمثيله اللي شبه البيض. والاخ وجين بيكمل وبيقول حسيت بالجوع فقلت اروح افطر عند حامد نونو. وغنام بيقول ايه ده؟ التمثيل الزباله ده كانه واحد تاني غير امبارح. وشاريه بتقول هو حد غير الاعدادات ولا ايه؟ ده مستحيل يكون نفس اللي عمل المشهد بتاع امبارح. سعديه برضه هي التانيه بتكون مستغربه وبتقول هو ده التمثيل اللي غنام عايزنا اشوفه؟ وجين بيكمل قرايه وبيقول احمد محسن بيو 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 بيو، احمد محسن بيو بيو بيو، والله ما عارفه اعملها. المهم بيقول لهم انا زهقت ومش عايز اكمل، لو مش عايزين حاجه تاني فاستاذن انا بقى. بيكلم نفسه بيقول انا لازم اكمل ابين نفسي كاريزما. كاريزما ايه بس يا صديقي؟ ده انت خربت الدنيا خالص. غنام بيقول هو قصده ايه؟ بيركز في تعابير وشه وبيقول معقوله يكون بيعمل كده بالعامد علشان يبين انه مش بيعرف يمثل؟ فبيقول له انت ليه بتمثل انك فاشل بالتمثيل؟ وكلهم بينصدموا بيقولوا كان بيمثل انه مش بيعرف يمثل. وجين بيستغرب وبيقول قلت لهم اني عايز امشي بس شكلهم فهموا غلط، معقوله يكونوا مفكرين اني عبقري؟ مش مهم انا هكمل معاهم بالكلام. بيقول لهم ده عشان انت طلبت اني امثل من غير ما تشرح لي حاجه، انا مش عجبان الطريقه دي. بيكون قايم علشان يمشي وغنام بيقول له استنى بس انا اسف يا عم اصبر وانا هشرح ليك. بالفعل وجين بيقعد وغنام بيرتاح وبيقول انا مش هسيب وحش زي ده يروح بعيد عني. بيقول له بص يا معلم انا هدخل بالموضوع على طول، احنا بنعمل مسلسل جديد وعايزك تاخد دور فيه. وجين بيكلم نفسه بيقول هو متصل بيا علشان كده. بعدها بيستوعب المصيبه اللي هو فيها وبيقول انا هو بيقول ايه الراجل ده؟ وسعديه بتطلع عليه السيناريوهات وبتقول له ده الجزء الاول من النص، ودي اول مره نوري السيناريوهات لحد غريب، شوفهم واختار الدور اللي حاسس انه مناسب معاك. غنام بيقول له خد راحتك بالقرايه وانا هستناك. وكلهم بيكونوا متوقعين الدور اللي هياخده بالفعل، بس عايزين نشوفوا ازاي هيمثلوا. وبعد شويه وجين بيقول لهم هاخد دور مساعد المدير بارك وهوريكم مشهد الكلب. كلهم بينصدموا لان الشخصيه اللي اختارها هي الشخصيه اللي مش لاقيين حد يسد معاها في الجمدان. بس على مين؟ ابننا وجين غشاش هيوريكم التمثيل زي سومان. وجين بيسيب الورقه وسعديه بتقول له انت حفظت المشهد؟ بيقول لها ايوه انا مش صعب. غنام بيقول له قشطه يلا بينا طيب، وبيكون متحمس وعايز يشوف التمثيل اللي هيعمله وحش زي ده. بالفعل وجين بيبدا يمثل وبنظره منه وقبل ما ينطق بحرف واحد بيصدمهم كلهم، وده
ونظراته اللي اتغيرت 180 درجة. بالفعل بيبدأ الكلام مع تعبير الوجه الباردة واللي بتحطهم تحت ضغط عالي. بما اني اللي بقرا الرواية فهمثل انا بقى علشان تعيش الدور يا صديقي. لامتى افضل اغبي الموهبة الجميلة والجامدة جدا دي؟ جمدان التواضع اللي عندي يكسب. المهم يلا بينا نبدأ. اكشن. وجين بيقول ايه ده؟ فضلات كلب؟ ايه القرف ده اللي كان ناقص، مليون باين من اوله. ايه ده انت هنا؟ تعال قرب مني، تعال يا حبيبي ما تخافش، انت لسه صغير وشكلك حلو ظريف، عامل زي اللعبة او البالون اللي نفسي افرقعه. وبالفعل بيفرقعه. وده كان المشهد يا صديقي. ها ايه رأيكم في التمثيل بتاعي؟ هو تمثيل صوتي بس لو شفتوني وانا بمثل فعليا قدام المايك، ياه انا لو معايا شهادة من نقابة الفنانين كان زماني واخد اوسكار. بس مش مهم يا صديقي. المهم ووجن بيقول خلصت، وكلهم بيكونوا مصدومين. ايه التمثيل ده؟ لا ده مش تمثيل، ده كأنه هو الشخصية نفسها. يوه بلاش تحرجوني بقى، ده كان مشهد عادي مش مستاهل الكلام ده. المهم ان ووجين بيسيبهم بصدمة من الاداء بتاعي، وسعدية بتكلم نفسها وبتقول ازاي يكون شبه السايكو بالضبط؟ لا ده مش شبهه، ده هو نفسه مدير المساعد بارك، شخصية سهرت ليالي وانا بعملها وفكرت ان مفيش حد يقدر يقلدها. لكن ووجين دمر الواقع. ان حد يقدر يتغلب على كتاباتي دي حاجة انا ما جربتهاش قبل كده. وكمان انا كتبت نصوص كتير وزهقت وانا بكتبها لدرجة اني مش لاقي حد ياخد الدور، ومع كده انا ما شفتش حد زيه، انا مش هسيبه يروح من ايدي. اما ووجين بيقول المشهد ده وحش بجد. لا ده مش المشهد، دي الشخصية المريضة نفسها. مش غريبة اني حاسس اني هرجع من كتر الالوان اللي شفتها. تعالوا نرجع فلاش باك كام دقيقة. ووجين لما خد السيناريوهات كان بيقول دوري بس اللي اخده، انا مش فاهم حاجة. بيقول صحيح انا عندي المربع الاسود، الوقت فيه غير الوقت هنا. بالفعل بيدخل المربع الاسود. بيقول انا اخيرا اقدر ارتب افكاري، بس انا هتجنن، هم عايزيني امثل في مشروع كبير زي ده، خليني اشوف النصوص اللي قدامي. لكن بيتفاجئ من السيناريو لانه بيكون سيناريو من الدرجة A. ووجين بيستغرب وبيقول يا ترى دي اعلى حاجة للتقييم ولا في حاجات اعلى منها؟ بعدها بيقول مع النص ده اكيد اقدر اجرب كل الدرجات. المفتش كرومبو شكله مسلسل عن الجريمة وهم عايزيني اني اخد الدور فيه. يا ترى في ادوار صغيرة؟ انا هستغل الفرصة. بيشوف الادوار وبيقول كلهم ادوار رئيسية، هاخد المساعد بارك علشان المشاهد بتاعته صغيرة. بالفعل بيختار المساعد بارك والنظام بيقول له اتجهز علشان هنبدأ المشهد. بعدها بنرجع للواقع ووجين بيقول يا ترى ايه رأيهم بالعرض؟ لكن سعدية بتقف ووجين بيكون مستغرب وبيقول هي العجوز دي عايزة ايه؟ وسعدية بتقرب منه بتمسك ايده وبتقول له دور المساعد بارك يا ريت تاخده انت لازم تاخده يا وجين. وغنام بيكلم نفسه بيقول المخرجة سعدية اتحمست زيادة عن اللزوم، من حقها اي حد هيشوف وحش زي ده هيحب انه يخليه لنفسه. اما وجين بيكلم نفسه بيقول اخد ايه يا عجوز انت ما توزني كلامك. بيقول لها سيبي ايدي الاول. وغنام بيقول لها اهدي يا استاذة سعدية انا عندي كام سؤال للفنان وجين. بالفعل بيقول له انت قلت انك بتتعلم التمثيل لوحدك، من امتى وانت بتتدرب؟ وجين بيكلم نفسه بيقول مش هينفع اقول له ان ده تاني يوم. فبيقول له من فترة بس مش كتيرة. وغنام بيكلم نفسه بيقول من فترة مش كبيرة بس هو قدر يعمل دور زي دور المساعد بارك بعد ما بص على الورقة كام ثانية، اكيد بقاله 10 سنين اقل حاجة. وطريقة كلامه دليل على كده. وغنام بيكلمه وبيقول له اكيد واحد زيك المخرجين محدش منهم سابك في حالك، طب انت اتعلمت التمثيل بره البلد ولا ايه؟ وجين بيقول وبعدين مع الاسئلة دي المفروض اقول ايه دلوقتي؟ والفنانة شادية بتقول له لو دي اسرار خاصة مش لازم تقول حاجة. بيقول لها تمام مش هجاوب. وغنام بيكون عنده فضول كبير بس بيقول مش لازم اضايق عليه. بيقول له طب ليه اخترت الدور بتاع المساعد بارك؟ كان في ادوار اسهل منه. وسعدية بتقول له وانا كمان عندي فضول اعرف ليه اخترت مساعد المدير بارك. بيصدمهم وبيقول لهم اخدته علشان المشاهد بتاعته قصيرة. سعدية بتكلم نفسها وبتقول اختاروا علشان مشاهده قصيرة مع ان الدور صعب. وغنام بينصدم وبيقول ايه الوحش ده؟ اي انسان طبيعي هيحاول يبعد عن الادوار الصعبة، هو عبقري ولا مجنون؟ اما شادية فبتقول هو بيهزر ولا ايه الكلام؟ دور زي ده سهل بالنسبة ليه. وجين بيكون قاعد متوتر وبيقول شكلهم خدوا افكار كتير عني. بيقف وبيقول هفكر بالعرض بتاعك وبعدين هبقى اقول لك. بالفعل بيطلع من عندهم وتليفونه بيرن. بيكون شاكر اللي بيقول له النهارده هقابلك عند حامل التلوث، بعدين ابقى هات معاك السيناريوهات اللي انت اخدتها مني. بيقول له تمام. بيروح علشان يركب الاسانسير بس شادية بتقول له انت ليه ما قبلتش الدور على طول؟ وجين بينصدم وبيقول دي شادية يخرب بيت جمالها، انا مش قادر اصدق انها جت تكلمني. بيقول لها انا قلت اني هفكر. بيكلم نفسه وبيقول انا لازم ابان اني كاريزما قدامها، لو قبلت الدور على طول كل الكاريزما اللي كنت عاملها
فهتبقى على الفاضي. بتقرب منه وبتقول طب انت منضم في وكالة؟ وجين بيكلم نفسه بيقول لو قربت مني كده هتسمع صوت قلبي اللي بيغني من الفرح. بيقول لها لا. بتقول له ليه؟ بيقول لها وليه هحتاج وكالة؟ شارية بتقول له بجد انت كنت عايش بره؟ بتلاقيه ساكت فبتقول له سيبك من السؤال ده، انت عندك كام سنة؟ بيقول لها 27. فبتقول له انا اكبر منك بسنتين. المهم انت لسه ما انضمتش لاي وكالة صح؟ بيقول لها ايوه. بتقول له تمام، هيكون كويس اني اقابلك مرة تاني. بيدخل الاسانسير وهو باصص عليها بنظرات باردة، واول ما الباب بيقفل بيصيح حرفيا. بيقول انا اتكلمت مع شادية. يا لهوي. لا بقول لك ايه، ده مش وقته انك تكون خفيف والكلام ده مش وقته خالص. اهم حاجة الكاريزما والمظهر بتاعنا، لسه قدامنا مقاطع كتير مع بعض. وبس كفاية لحد هنا. كنت عايز اخلي الفيديو اطول شوية بس في فيديوهات تانية شغال عليها وما عرفتش اكمل كتابة، ودلوقتي عايزك تصبر معايا لان دي لسه البداية. لسه في اكشن وكوميديا وطلبك هتلاقيه عندي. كل اللي عليك تصبر معايا علشان تستمتع بالحكاية. القصة مختلفة عن باقي القصص، وصدقني مفيش حد غيري هيقدم ليك قصص مختلفة التصنيفات غيري. يعني شوية في كوكب زمردة وشوية في كوكب اكشن. هتقولي دي شغل سيبستون، هقولك شيت اب يا صديقي، انا واحد من شباب المستقبل برضو. المهم انك تحط لايك وتتحمس للقصص الجايه، وتعالى انستجرام وتليجرام وتيك توك وفيسبوك. وبس كفايه كده، اشترك في قناه اليوتيوب كفايه، مش هقول حاجه تاني خلاص. وبس هنا نكون وصلنا لنهايه مقطع اليوم. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل جديد. وسلام عليكم. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle. Web that you